بصوا يا جماعة، احنا هنا في لؤلؤة الشروق النهارده الجمعة. ده اللي بنحذر منه وجود الفيكس بنجامينا او البازروميا جنب حمام سباحة. ايه اللي حصل هنا في عند معاليك؟ انا فاتح الارض دي 3 مرات في اخر 10 سنين. كل 3 سنين بنفتحها مره، لانه الجذور اللي طلعت من هنا جذور رهيبه. الجزء جذور ده كبيره جدا جدا، وامتدت الى 15 و17 متر، اتفرعت في الارض هنا. فكل الارض اللي انت شايفها يعني الجذور جت من هنا ايوه امتدت كده ماشيه كده، ماشيه اهو لغايه شايفين؟ الجاكوزي، وما لقيناش اخرها. لغاية هنا في الجاكوزي؟ وما لقيناش اخرها، دخل لانه غطس تحت، ما كانش ممكن نطلعها من تحت. واتفرعت في الارض هنا، الجزء راحت ده؟ عند هنا وراحت الناحيه يعني الثانيه. كل الجزء ده اللي احنا شايفينه اهو كان فيه الجذور اهو. كل البلاط الابيض ده، البلاط الابيض الجديد ده ده اهو جديد. شايفينه اهو كان فيه الجذور. كان في جذور. تاني يا ومع اخوانا ذلك برضو انا مش متاكد اذا كنا نحن عالجنا الامر ولا لا، لانه الجذور لسه موجوده تحت. طيب يعني بتحذر اي حد يزرع الفيكس بنجامينا او البازرومي. انا حضرتك بناء عليه كان في عندي في الجراج 47 شجره فيكس، رحت شايلهم. كانوا مكسرين الجراج، شلتهم نهائي وغلقت الارض خالص. تمام. فنو الفيكس ده شيء خطير ومميت، خاصة لما يكون قريب من البيت بالظبط. او قريب من حمام سباحة. بالظبط. تمام. تمام.